ولمصلحة وباستوس. والله يا باستوس لو ضيعتها ما راح يرحمونك النصراوية. باستوس الآن على تنفيذ ركلة الجزاء. باستوس والغانم يلعبها جول. جول نعم، أول أهداف المباراة الآن لمصلحة النصر السعودي عن طريق اللاعب باستوس اللي يحرز أول أهداف المباراة بالفعل من ركلة جزاء. إذا النصر السعودي يتقدم الآن بأول الأهداف من ركلة جزاء تسبب فيها النجم الكبير محمد نور. وعندما يتحرك نور يشهد النور بالفعل النصر بهدف أول في هذه المباراة. ولكن مدرب الفريق قال لي يا باستوس تعال خلص، بعد ركلة الجزاء هذه راح نغيرك الآن. ودخول اللاعب حسن تعود من جديد، تصل عرضية خطرة، هدف ثاني بالفعل. هدف ثاني الآن يأتي لحسن الراهب، يحرز الآن الهدف الثاني. إذا الراهب يبدو بالفعل، حسن الراهب يعود ويحرز الهدف الثاني الآن لمصلحة النصر السعودي بعرضية على طول. ينجح النصر بتسجيل الهدف الثاني عن طريق حسن الراهب البديل. إذا البديل حسن الراهب ينجح بالتعديل بالتقدم. شايف هنا الكرة الماضية وهنا العرضية وبعد ذلك تأتي الرأسية. بالفعل حسن الراهب هدف سليم تماما وهدف ثاني للنصر. يتقدم النصر في وسط غفلة من المدافعين، ينقض الراهب بالفعل ويحرز هدف. خطأ كبير من حارس المرمى بالفعل لأن كرة اللعب ومحاولة الآن الراهب يتقدم حسن خطرة ينهي المباراة بالفعل الآن بهدف ثالث. هدف ثالث بالفعل يأتي للنصر عن طريق اللاعب البديل عوض خميس. إذا عوض خميس يحرز الهدف الثالث الآن للنصر. وحذرت أيضا من تقدم فريق العربي للأمام، وإذا تقدم العربي للأمام قد ينجح النصر بتسجيل أهداف أخرى. بالفعل الآن ينجح بتسجيل هدف ثالث عن طريق اللاعب البديل يبدو عوض خميس يحرز. ولكن كل الشغل أيضا للاعب حسن الراهب ومن خلفه بتمريرات أيضا كبيرة من نور. لاحظ الراهب مررها وعوض خميس قال للسجل ما في اوفسايد. لاحظ اللاعب مغطي ممتاز العبيدلي في الكرة الماضية. لاحظ وهنا أيضا ما في اوفسايد على اعتبار أن اللاعب قادم من الخلف مباشرة يسجل في المرمى. إذا 3-1 صعبة الأمور الآن على العرباوية. تمريرة للأمام عندما تحرر العربي وتقدم للأمام.